السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام الحمصاني اللي هو المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء. معنى كلامه في اللقاء اللي عمله مع لميس الحديدي إنه ما عندناش كلام تاني، ما عندناش أي كلام ولا أي جديد في موضوع اللاجئين. بنصرف عليهم 10 مليار دولار في السنة وتسعة ملايين لاجئ، ومش عارف يعني هو بيقطع عننا الكهرباء عشان يوفر مليار دولار. سبحان الله. يعني احنا مش يعني عشان يوفر مليار دولار بيقطع عننا الكهرباء كل يوم ساعتين، وبيصرف على اللاجئين 10 مليار دولار. يقول لك عندنا اتفاقيات دوليه واتفاقيات مش عارف ايه. يعني هو بس يعني انا عايز اقول بس مختصر كلامه، يعني ما حدش يتكلم في الموضوع ده، واحنا مش هنمشي لاجئين، وموضوع اللاجئين ده موضوع منتهي وما عندناش اي حل فيه. طالع يقول لنا كده بالمختصر المفيد. فلك الله يا مصر، ولك الله يا شعب مصر. حقيقي ما فيش حد بيخاف على الشعب ده ولا البلد دي بصراحه يعني.